اكيد بتشوف يا صديقي الحيوانات البريه بتهاجم الناس، بس يا صديقي قصتنا النهارده عكس ده بالظبط. الحكايه بتبدا من حديقه حيوانات، بنشوف شويه صيادين دخلوا سرقوا شبل الاسد الصغير الغلبان ده، حطوه في قفص وركبوه بطياره عشان يودوه مكان تاني. ومن بعدها بنشوف بنت عندها 25 سنه اسمها ألما. البنت دي شايله حلم انها تبقى عازفه بيانو، وكمان بتحب الحيوانات جدا. وفي يوم من الايام قررت تروح على جزيره عشان تتفسح، بس الجزيره دي مش اي جزيره، دي جزيره جدها اللي اعتنى بيها وربها من سنين. وبعد ما جدها مات الجزيره دي اتورثت لألما. على الجزيره عمها جوز تقابلها، البيت كان جميل جدا، فألما قررت انها تقضي الليل على الجزيره. وبالليل وهي بتتفرج على فيديوهات جدها قلبها كان فرحان. في فيديو واحد جدها بيحكي لها ان في ديبه اسمها سنو ظهرت على الجزيره من مكان مجهول منذ سنين، وعلى مر الوقت اتكونت بينهم صداقه عميقه. وجدها طلب منها ان هي كمان تدور على سنو وتتصاحب بيها. في نفس الليله الطياره اللي شايله شبل الاسد اتحطمت على الجزيره بسبب جو سيء جدا. صوت الاصطدام خوف ألما وطلعت بره تشوف ايه اللي بيحصل، بس الجزيره كانت كبيره جدا فما لقيتش حاجه. الصبح اللي بعد كده اتنين شباب اسمهم تشارلز وإليام وصلوا على الجزيره ونصبوا شباك عشان يمسكوا سنو، لانهم كانوا اصحاب حديقه ديابه وعايزين ياخدوها. بعد شويه سنو اتقفشت في الشبك، بس بذكائها قدرت تقطع الشبك وتهرب قبل ما تشارلز وإيلي يوصلوا. وبعدين عدت على طول للجهه التانيه من الجزيره، وهناك قابلت ألما لاول مره. في الاول ألما اترعبت بس افتكرت كلام جدها وبدات تتعامل مع سنو. بعد شويه ألما مشت لمكان الاصطدام ولقيت ان شبل الاسد ما فيهوش اي خدش. بالحظ الحلو الزغلول ده وقع في عش طير والطير زقه بره وطار مباشره في حضن ألما. ألما خدته معاها البيت، وفي نفس اللحظه سنو جت هي كمان مع ابنها الصغير. ألما شافت الثلاث حيوانات في بيتها وفرحت جدا. على طول ندهت على عمها جو، بس هو قال لها ان الحيوانات دي خطيره ومكانها مش في البيت ولازم توديهم لحديقه حيوانات. وكمان حذرها ان موظف حديقه الحيوانات اللي بيدوروا على شبل الاسد هيجوا على الجزيره اكيد. وفعلا الصبح موظف حديقه الحيوانات وصلوا. ألما كانت عارفه كويس انهم بيعاملوا الحيوانات بقسوه، فقررت ما تقول لهمش حاجه. قالت لهم انها ما شافتش ابن الاسد. لما رجعت البيت لقت سنو بتودع ابنها وكمان شبل الاسد مع بعض في نفس الوقت. فرحت جدا لان سنو بقت تهتم بالاثنين. الايام بتعدي والاولاد اتصاحبوا اكتر واكتر. ألما سمت ابن الديب جاك وابن الاسد درايمر، وعمها جو كان قلقان ان الحيوانات دي ممكن تاذي ألما. بس كده كده فات شهور وكل حاجه تمام، والاولاد كبروا شويه. ألما كانت بتاخدهم تتمشى معاها على الجزيره وتلعب معاهم في الاماكن اللي جدها كان بيحبها. بس يا صديقي النحس جه في يوم ألما راحت فيه اوديشن بيانو. اصحاب حديقه الدياب دخلوا الجزيره من وراها، والمره دي مسكوا سنو واخدوها معاهم. في نفس الوقت ألما اتقبلت في الاوديشن وكانت فرحانه جدا. بس لما رجعت البيت لقيت كل حاجه كانت مرميه على الارض لان الاولاد جاعوا تعبوا من غير سنو. ألما دورت على سنو في كل الجزيره بس ما لقيتهاش. دلوقتي ألما نفسها لازم تاكل الاولاد، فمجبوره بالرغم من انها سابت شغله البيانو. وفي يوم راح في عمها جو تاني مره ولقى الحيوانات الشرسه لسه موجوده، فما لقاش ألما في البيت. قال لها تديهم لحديقه الحيوانات في الحال. بس ألما شرحت له ان دي كانت امنيه جدها وان الحيوانات دي هتبقى تحت ظلم في حديقه الحيوانات. عمها اقتنع بكلامها وضمها. دلوقتي وقتها كله كان في تاكيل الاولاد والاهتمام بيهم. ألما كانت بتحب جاك ودرايمر جدا، وفي المقابل الحيوانات كانت بتعشقها هي كمان. سنه عدت وهما الاثنين كبروا. عمها جو كان بيجي من المدينه بالاكل ليهم بس كان بيخاف يقرب منهم. حاول تاني مره يقنع ألما ان العيشه معاهم مش امنه، لكنها رفضت في اخر الكلام. وفي يوم واحد اب وبنته جم بالقارب قريب من الجزيره. جاك شافهم وبدا يمشي ناحيتهم. ألما لما شافت ده جريت عشان توقفه، بس اصطدمت بحجر ووقعت ودماغها اتخبطت واغمى عليها في الحال. الاب والبنت ما شافوش اللي حصل ورجعوا على القارب. بعد شويه جاك ودريمر جم لألما وحاولوا يصحوها بكل الطرق بس ما فيش فايده. فضلوا يصرخوا ساعات طويله يطلبوا مساعده بس ما جاش حد. الليل حل عليهم والاولاد قعدوا جنب ألما ودفوها الليل كله. وفي الصبح عمها جو اتصل بيها اكتر من مره، ولما ما حدش رد فهم ان في حاجه غلط حصلت. وصل الجزيره على طول، فكر ان الحيوانات البريه هجمت على ألما اكيد، فاتصل بموظفين حديقه الحيوانات. بس لما لقى ألما مغمى عليها والاولاد بيحرسوها ندم على اللي عمله جدا. ألما راحت المستشفى والدكتور قال له ان لو جاك ودريمر ما دفوهاش الليل كله ربما ما كانتش هتكون عايشه دلوقتي. في نفس الوقت موظفين حديقه الحيوانات مسكوا جاك وسلموه لتشارلز اللي اكتشف انه ابن سنو فعلا. اما دريمر اتباع لراجل اسمه إيلان صاحب حديقه حيوانات. إيلان ده راجل قاسي جدا كان بيضرب حيواناته على طول، بس ابنه رفا كان عكسه خالص، طيب القلب وبسرعه صاحب مع دريمر. في وقت قصير دريمر الغلبان اتحين بمخدرات واتجبر على عمل بهلوانيات في السيرك. دريمر اللي كان عايش حياته بحريه على الجزيره الناس القاسيين دول اثروا فيه تاثير وحش، فكان رفا بيجي يهديه على طول. وفي المستشفى يا صديقي ألما لما صحت على طول سالت عن جاك ودريمر. عمها جو بقلب تقيل حكى لها كل حاجه. ألما خرجت من المستشفى وراحت على طول لمكتب التحكم في حديقه الحيوانات، وعرفت ان جاك اترحل لحديقه الديابه ودريمر لفرقه سيرك. ولعت في الموظف صراخ بس عمها جو هداها. بعد شويه ألما اتصلت بإيلي وسالت عن جاك. إيلي قال لها انه كويس وعمل اصحاب هناك. ده ريح قلبها شويه بس لسه كانت قلقانه على دريمر. الاسابيع الجايه دورت في كل سيرك في المدينه
المدينه وسالت عن دريمير بس ما جالهاش حاجه. وفي النص دريمير بقى مشهور باسم اسد النجوم. في يوم واحد فرقه السيرك اللي مع دريمير عدت قريب من حديقه الديابه. جاك في الحال عرف صاحبه من بعيد وبذكائه خرج من قفصه، اللي لما شاف ده فهم ان جاك ذكي جدا ووصل اللي كان بيدور عليه، وبكل حرفيه خرج دريمير كمان من قفصه. بعد الشهور ده الاتنين لعبوا وفرحوا. لما ايلان عرف ان دريمير هرب غضب وطلع بنديه التخدير. ابنه رافا حاول يوقفه بس ايلان الطماع ما سمعش، وهو مجبور رافي مشي مع ابوه ويدور على دريمير. ايلان كمان بلغ ايلان عن دريمير، وكلهم فهموا ان جاك ودريمير مع بعض، وعلى طول تم اعلان تاهب عالي في المدينه كلها. المهم في حد من البلد بلغ الما وقال لها خدي بالك الموظفين بتوع التحكم في الحيوانات جايين وراهم. الما طبعا قلقت جدا بس اللي طمنها وقال انهم حاطين جهاز تتبع في جسم جاك، واخر مكان ليهم كان قريب من الغابه، فقرروا هما الاثنين يطلعوا يدوروا عليهم. وفي نفس الوقت يا صديقي الحيوانات كانوا ماشيين في المدينه بيبصوا للناس والناس بتبص لهم، والشرطه ما كانتش ساكته واصدرت امر بضرب النار. الاولاد رجعوا استخبوا تاني في الغابه، وايلان الراجل الشرير وابن رافا شافوهم. ايلان الطماع ما كدبش خبر وضرب دريمير بطلق تخدير، بس جاك نط قدامه وخد الطلقه في جسمه عشان يحمي صاحبه. جاك وقع مخدر في ثواني ودريمير هرب قبل ما يمسكوه. وبعد ما دريمير بعد رافا ابن ايلان الواد الطيب جري بسرعه وصل التريقه لجاك عشان يصحى. بعد شويه ايلان وابنه وصلوا استراحه في الغابه، والما وايلي وصلوا وراهم بالجرار. ايلان الشرير حاول يطردهم وقال لهم مفيش حد هنا، بس رافا الواد الذكي عمل فيها داخل الحمام وخرج جري على الما وايلي وحكى لهم على مكانهم بالظبط. خدوا بعضهم وطلعوا على الغابه، واخيرا لقوا دريمير، ودريمير اخد الما وجرى بيها على كوخ صغير كان جاك بيستخبى فيه. وبالحظ الحلو جاك كان فاق وبقى زي الفل، بس في اللحظه دي سمعوا اصوات البوليس وهم جايين عليهم. فالما بسرعه هربت الحيوانات من طريق سري عشان يوصلوا للجزيره، كانوا لازم يعدوا النهر وده كان طريق النجاه الوحيد، بس طبعا مفيش قارب الكل هيعوم. جاك نط في الميه وعام بسرعه، بس دريمير كان خايف جدا من الميه. الما حاولت تشجعه بكل الطرق بس دريمير خاف ورجع يجري على الغابه تاني. وهم بيعوموا سمعوا صوت طلقه رصاص. الما قلبها وقع في رجليها وافتكرت ان دريمير راح فيها خلاص، ووصلت الجزيره وهي بتعيط وميته من الحزن. بس فجاه دريمير طلع قدامها سليم. اتضح انه كان بيشتت البوليس في الغابه عشان يهربوا. وفي الاخر يا صديقي الما عملت حفله كبيره بمناسبه رجوع جاك ودريمير بالسلامه، وقعدت تعزف لهم بيانو بمزاج. العيله رجعت اتلمت من تاني، والما حكت لكل الناس حكايتها العجيبه مع حيواناتها اللي خطفت قلوب الكل، وعاشوا الثلاثه مع بعض في تبات ونبات ومبسوطين على الجزيره بتاعتهم. وقبل ما نقفل فيلمنا يا صديقي قول لي ايه اكتر حيوان بري بتحبه، وهل قلبك يجيبك تربي واحد زيهم معاك في البيت؟ وبكده يكون خلص فيلمنا يا صديقي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في مختصر فيلم جديد. سلام.